الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: يرويه عدل ضابط عن مثله معتمدا في ضبطه ونقله. قوله يرويه عدل، العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، وبعضهم ذكر له ضابطا آخر فقال هو الذي لا يأتي الكبائر ولا يصر على الصغائر ويأتي بالواجبات بحسب ما يستطيع. وعلماء الحديث عند أن يتكلموا على الراوي يتكلمون عليه من جهتين: من جهة العدالة، ويقصدون بالعدالة الدين، ومن جهة الضبط، ويقصدون بذلك ضبط الحديث سواء كان كتابة أو حفظا. هذا هو المقصود. قوله ضابط، يرويه عدل ضابط، الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر هو أن يحفظ الراوي الحديث ويسمعه متى ما شاء. بعضهم ذكره بلفظ آخر قال متى ما طلب منه، وهذا صعب. هذا صعب أنه يسمع كل الأحاديث التي حفظها. بعضهم يحفظ ألف حديث. ألف حديث تعرفون كم؟ مليون حديث. فهل يستطيع أن يستحضر مليون حديث إذا طلب منه؟ هذا صعب. لكن متى ما شاء، يعني مثلا تواعدوا على مجلس وهناك كانت مجالس مذاكرة بينهم، فبعد ذلك يقال له نريدك أن تقرأ لنا من كذا إلى كذا، فيسمعها. إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى ذات مرة استند على الجدر وهو قائم، فقرأ 11,000 حديث. وطبعا الحديث المقصود به ما كان عن الصحابي. فمثلا إذا كان الراوي يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، ثم مثلا يقول وعن علي وأبي هريرة وعائشة، فيعدونه 3 أحاديث، يعدونه 3 أحاديث. وبالنسبة لضبط الصدر يختص به أمور 5: سوء الحفظ، المخالفة، الوهم، الغفلة، فحش الغلط. فسوء الحفظ لا بد من صاحب ضبط الصدر أن يكون متقنا ليس سيء الحفظ. والمخالفة لا بد أن يكون موافقا لا يخالف. الوهم يكون بعيدا عن ذلك، أو أنه يهم لكن وهمه قليل. الغفلة يكون بعيدا عن ذلك، وإنما يكون صاحب يقظة، لأن بعضهم قد وصف يقولون عنه ثقة في دينه مغفل في روايته، كما وصفوا أخا عبد الرزاق الصنعاني فقالوا ثقة مغفل، فقالوا المقصود بذلك ثقة في دينه مغفل في روايته. أيضا فحش الغلط، غلطاته فاحشة،
مستنكرة من أول الأمر، فهذا يخرم ضبط الصدر. وأما ضبط الكتاب وهو أن يصون كتابه الذي كتب منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، ولا يدفع لمن لا يصونه، ويمكن أن يغير فيه أو يبدل. أن يصون كتابه منذ أن سمع هذا الكتاب فيه ويصححه. عندهم طريقة التصحيح، يعني بعد أن أسمع من شيخي أريد أن أطابق مع نسخة معتمدة يعتمدها الشيخ، فأطابق ما سمعت بهذه النسخة من النسخ التي اعتمدها الشيخ. وهذه الطريقة إذا كان أقف على مواضع وأصلح ما وهى منها وما أخطأت فيه، فهذه الطريقة يسموها التضبيب. وهذا يصون الكتاب منذ أن سمع هذا الكتاب وصححه إلى أن يؤدي منه، وينبغي أن لا يدفع هذا الكتاب من لا يصونه ويمكن أن يغير فيه أو يبدل، وإنما يكون حريصا على كتابه. وقد ضعف بعض أهل العلم بسبب وراق السوء، فهذا سفيان بن وكيع بالجراح ضعف بسبب وراق السوء، وعبد الله بن صالح كاتب الليث على أمواله أيضا ضعف بسبب ذلك، ومنهم من قال بسبب جاره. فلا بد أن تصون كتابك من الخطأ والزلل، وهذا يكون معتمد في الضبط وفي النقل. هذا العدل والضابط يكون معتمد لدى العلماء. وكيف نعتمده؟ نعتمد إذا عدله العلماء ووثقه العلماء، فلا بد أن يكون معتمدا لدى العلماء حتى نأخذ بحديثه. والحمد لله.